لسه بنتكلم. الراجل بره جاب كاس العالم وعمل كل حاجه، انا عايزه هنا. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ فالنادي الاهلي هيجيب مدرب ليه؟ عشان ياخد بطولات. فيبتدي يتحاسب، يقول انا عايز بطولتين مقتنع 3 بالسيره 4. الذاتيه بتاعته؟ انا عندي سيره ذاتيه احسن من اجانب خلاص. لكن انا فشلت او ما كسبتش او ما خدش بطولات، هتعمل لي ايه السيره الذاتيه؟ لان هو ممكن بقى يخش يقول لك ما اشتغلش في الشرق الاوسط، ما مسكش انديه مش عارف مصريه مش عارف ايه. ده بعد كده اذا تمام ده محقق النتائج. طيب امبارح كلامه كان كويس، يعني طلع في احد الصحف البرتغاليه الدنماركيه اتكلم كويس الحقيقه. واتكلم عن الاهلي كويس كمان. اتكلم عن الاهلي واتكلم عن ويعني قالوا له المرتب الكبير بتاعك والكلام ده كله، بس يعني الراجل اتكلم بشكل كويس، واضح ان هو بيعرف يتعامل مع الاعلام عن طريقه كلامه يعني. طيب يعني الفلوس كتير قوي دي، يعني ده الفلوس اللي خدها دي؟ لا هو خد 250 بياخد 250 زي الكولر تقريبا. انا مش بضحك والله. ليه؟ معلش الله يكون في عونهم. الله يكون في عونهم الصراحه. لا نسمعها يا كابتن اكرامي، 200,000 دولار و250,000 دولار وهم بيجيله صدمه وهم مش لاقيين. والله الله يكون في عونه، والله العظيم بجد جمهور الزمالك على اللي بيسمعوه وبيشوفوه. لا الفلوس دي على السيره الذاتيه ولا على شخصيته ولا اللي هو حابب كل حاجه يا كابتن، كل حاجه ما عملش كده لا لسه ما عملش. لسه ما عملش. لازم نتائج ياخد زي ما ياخد. بس بالظبط. انت غيران من مين منه؟ والله ما اعرف، ما مشيتش معاه قبل كده. عشان فلوسه؟ لا انا عشان زملكاوي. ايه؟ عشان الزمالك يعني. لا في ناس بتاخد، انا بعرض فلوس وانت بتوافق. صح. طب ما النادي بتاع الناس الزمالك بياخد قليل، ده عرض وطلب. ايوه. الراجل اللي جاي الاهلي كان شغال ولا كان ده مهيب قال خبر يعني امبارح ولا اول امبارح ان هو كمان بيطلع من جيبه للعيبه او بيطلب. لا اللي عايز يسلفهم يعني. ده بيتكلم على مدرب الزمالك. راجل كويس جدا. بتاع الاهلي لسه استلف ولا سلف؟ تعالى لي انت بقى. ايه بقى الزمالك يعمل ايه؟ بص قول لي. انا متابع بقالي دلوقتي حلقتين معاك ازمه نادي الزمالك والازمه الماليه ونادي الزمالك بينهار والكلام ده. انا يمكن عندي راي في الموضوع دوت او اقتراح، ما اعرفش توافقني عليه ولا لا، او الناس توافقني عليه ولا لا. ان بيتقال ان نادي الزمالك بيمتلك 50 مليون مصري مشجع. كل الاخوه الزملاء الزملكاويه والاعلام الزملكاوي بيقول ان اكتر من 50 مليون. ممكن يكون اكتر. ماشي، ده هنقول 50 خلاص. هي مصر كام مليون؟ 110. ما انا اقول 50 خلاص. والنادي الاهلي 70 يبقى 120. طب ازاي؟ وفي 10 بره. طيب ما في 10 في الدول المجاوره. طب وبقيه الانديه ما عندهاش حاجه خالص؟ لا فين؟ في المحله والاهلي. خلينا بس في اللي انا عايز. بس انا مصمم على 50 مليون. ما هنتفق معاك، انا كاتب اهو والله. خلي بالك ده من غير ما اعرف ان انت بينظر بالعدد ده لحاجه ماليه جايه. قول يا حبيبي. انا عندي راي في الموضوع ده والله يا مهيب، وممكن يخرج نادي الزمالك من ازمته الماليه في خلال 3-4 شهور. لو كل واحد من ال 50 مليون اتبرع ب 2 جنيه في الشهر، يبقى نادي الزمالك هيخش له في الشهر 100 مليون جنيه. صح؟ لا بس انا مش كمل، بس انا مش موافق. كمل بالراحه بس. اذا كان رجال الاعمال تخلوا عن نادي الزمالك اللي هم اصلا بيدعموه. مين هم؟ ما اعرفش اسماء، ما انا مش عارف. لا انا ما اعرفش. يعني مهيب قال لك ان في راجل اعمال عمال مش عارف يقول كل مره ايه ومش عارف ايه وما بيعملش حاجه. ده اللي انا بسمعه، لكن انا بتكلم دلوقتي في حاجه مش عيب ان جمهور نادي الزمالك يقف جنب نادي الزمالك. لو كل واحد اتبرع ب 2 جنيه في الشهر، ادي 100 مليون في 5 شهور بنص مليار. يخرج نادي الزمالك من ازمته. انا ده اقتراح انا فكرت فيه. انت بقى مش موافق عليه، دي بتاعتك. انما ده الحل الوحيد لنادي الزمالك، لان مفيش حد هيديله نص مليار. في حد ممكن يدي للزمالك نص مليار؟ في حد يدي لنادي الزمالك كل شهر 100 مليون؟ لا. طيب لو العدد اقل، يعني لو من 50 نزلنا ل 30 مثلا، ماشي، ادي 60 مليون في الشهر، ادي 300 مليون. لا هتفرق برضو. انا بتكلم والله بمنتهى الامانه يعني. كان زمان. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. لا انا معلش، لو الاهلي في نفس الموقف هتقول كده؟ هقول طبعا. بس كده. ده قبل كده هقول لك على حاجه، بس هقول لك على حاجه. افتكر ايام الكورونا. ايوه.
خلاص كان في ازمه ماليه في النادي الاهلي، ايوه عملنا احنا ايه كمدربين او عاملين؟ اتبرعنا بجزء من المرتب بتاعنا كل شهر. مش عيب. زمان واحنا صغيرين كنا بنعمل حاجه اسمها مشروع القرش. خلاص نقف كده في الشارع، خلاص والراجل معاه يقول لهم ايه قرش، أنا مش عارف ايه الكلام ده. مش عيب ان نادي الزمالك النهارده الجمهور بتاعه يقف معاه. هتقول لا، هتتسول، بس- لا مفيش تسول، لا دي مش مش تساوي، لا تسول. بس هو الجمهور ما يقفش مع النادي بفلوس، يقف ورا النادي، لان المسؤول عن ان يجيب فلوس مجلس الادارات. خلاص طب مجلس الاداره فاشل انه يجيب فلوس، خلاص يبقى يقول مش قادر. يبقى الجمهور يتخلى عن نادي الزمالك؟ لا عمره ما هيتخلى. طيب. بص يا كابتن، عمره. عشان نبقى واضحين، الاقتراح اللي انت قلته ده هينقسم لقسمين. ناس هتقول لك اه والله نقف جنب نادينا ونسنده، الكلام ده كويس. وناس يقول لك لا يا عم، احنا ايه، احنا نادي الزمالك، هو احنا لا بص العنجهيه دي مش هتنفع بقى. كان في قبل كده ناديك ناديك. هو وناديك. الزمالك عليك. الزمالك عمل سنتين قال وكان من طلب 3 أو 5 6 سنين أيام نفس ما- الفكره اللي الكابتن اكرامي بالظبط، كان قال لك بيقولها، ناديك وناديك. ولم بس كده. تنجح برضه. انا شايف ما ان نجحتش. الاقتراح لا ده مش هتنجح. والله العظيم ثلاثه انا بقوله فعلا عن قناعه.